فاش كنهضروا على السفاحين ديما كيمشي لبالنا لشي واحد قبيح ووجهه كيخلع وباينه من عينيه باللي راه مجرم، ولكن في الحقيقه اغلب الوحوش اللي عاشوا وسط منا كانوا كيبانوا ناس عاديين وبزاف. اليوم غادي نمشيو لولايه ويسكونسن لواحد القريه صغيره سميتها بلاينفيلد، تما في كان كيعيش اد جين، راجل درويش وداخل سوق راسو لواحد الدرجه كبيره وما كيهزش عينه في بنادم. هذا الجار اللي كان كيبان درويش وداخل سوق راسو هو اللي غادي يخلي امريكا كامله تراجع حساباتها مع الجيران. هذه القصه ماشي غير جريمه، هذه رحله في واحد العقل اللي تفرقع بسبب الهوس والعزله. السلام عليكم الاخوان، معكم بدر هلال. الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوفوني مرحبا بكم في العائله. فما نطولش عليكم، نبداو القصه ديالنا. باش نفهموا شنو وقع في ديك المزرعه خاصنا نرجعوا للاصل. اد كبر تحت الظل ديال واحد المراه اللي كانت هي كل شيء في حياته، الام اوغاستا كانت امراه قاسيه مهووسه بواحد التدين المتطرف وشايفه باللي العالم كله نجاسه والناس شياطين. سدات على اولادها في المزرعه، منعتهم يشوفوا البشر وكانت كتزرع فيهم الخوف من كل شيء. اد كبر وكيشوف الام هي الامان الوحيد وفي نفس الوقت هي السجان ديالو. هذا الكبت النفسي الرهيب خلى اد كيكبر بجسم رجل ولكن بعقل طفل صغير محبوس في قفص. كان كيعيش واحد الحاله ديال العجز النفسي اللي خلاته ينفصل على الواقع بشويه بشويه. فاش مات خوه هنري في ظروف غامضه لقى اد راسو وجها لوجه مع اوغاستا بوحدهم، حتى جات اللحظه اللي غادي تقلب حياته كامله. في عام 1945 ماتت اوغاستا، وبالنسبه لاد راه ماشي غير الام ديالو اللي ماتت، راه طاح عليه السقف ديال العالم اللي كيعرفه. لقى راسو بوحدو في ديك الدار الكبيره وسط الظلام والصمت القاتل. ومن هنا بدا التحول المرعب. اد قرر يسد بيت نعاس ديال الام ديالو، خلى هذاك المكان مقدس، خلاه نقي ومعطر بحال الام ديالو باغا غادي ترجع في اي لحظه. بينما باقي الدار بدات كتغرق في الزبل والروينه. هذا التناقض كان هو المرايه ديال دماغ اد. بدا كيدخل في واحد الهوس غريب، كان كيقضي ليالي هو كيقرا كتب على التشريح، على عادات الشعوب القديمه في التعامل مع الموتى، وبلا ما يحس به حتى واحد بدات كتختفي جثث العيالات من مقابر القريه، والسر كان مخبي تحت المزرعه. من بعد ما ماتت اوغاستا المزرعه ديال بلاينفيلد ولات بحال شي قبر كبير كيسكن فيه غير اد. الجيران كانوا كيشوفوه كيدوز نهار عادي كيخدم في الحقول وكيعاون الناس في الشغال الصعيبه، ولكن نهار كيطيح الظلام اد كان كيتغير تماما. وبما ان اد كان مهتم بديك الكتب اللي ماشي طبيعيه، كتب تشريح والقصص على القبور وحكايات على الشعوب اللي كتحنط الموتى، هاد الهوس ما كانش غير فضول بل كان محاوله يائسه باش يرجع مول الحياه بطريقه ممسوخه. في الليالي اللي كيكون فيها القمر طالع اد كان كيهز الطوموبيله ديالو القديمه وكيخرج للمقابر القريبه. ما كانش كيمشي باش يترحم على امه، كان كيمشي باش ينبش. بدا كينبش في القبور العيالات اللي كيشبهوا لامه في العمر وفي الشكل، كان كيهز الاجزاء اللي كيحتاجها وكيرجع للمزرعه ديالو في الصمت. الجيران بدات كتوصلهم الخبار باللي كاينين شي قبور تفتحات، ولكن حتى واحد ما طاح في باله باللي هذاك كان اد الراجل الدرويش اللي داخل سوق راسو هو اللي كيدير هاد الفضائح. اد كان كيعتبر باللي هذيك الجثث مواد اولويه باش يصوب لبسه ديال البشر، اللبسه اللي غادي يلبس باش يولي هو الام ديالو من جديد. هاد الهوس بالقبور ما بقاش كافي، اد كان باغي شي حاجه جديده. في عام 1954 المنطقه تصدمات باختفاء ماري هوجين، مولات واحد البار صغير. ماري كانت مرا غليظه وشخصيتها قويه كتشبه بزاف لاوغاستا. البوليس لقاو بقع في داك البار، ديك البقع ما غاديش نقول ديالاش، راكم عارفين سياسات اليوتيوب ما كتسمحش لي نذكر ديك الكلمه، نتوما غادي تكونوا عرفتوا ديالاش. ولكن ماري غبرات تماما، الناس بدات كتخاف والاشاعات كثرات. وفي واحد النهار واحد من الجيران كان كيضحك مع اد وسولو واش شفتي ماري هوجان فين غبرات؟ اد جاوبو بواحد البروده، قال ليه ماري راه عندي في الدار وجات تغدات عندي. الجار ضحك وكيحسب ليه راه غير كيضحك، ما كانش عارف باللي اد ما كانش كيكذب وباللي ماري فعلا كانت معاه في ديك الدار، ولكن ماشي كضيفه بل قطعه من المتحف اللي كيبنيه. دازت الايام والمنطقه بدات كتنسى قصه ماري هوجان. المنطقه تعودوا على اد اللي ديما كيدور في الزنقه، كيعاون هذا كيضحك مع هذا. ولكن في 16 نوفمبر 1957 في عز البرد وقعت شي حاجه اللي غادي تحبس انفاس بلاينفيلد. بارنيس واردن مولات واحد المحل ديال الخردوات والصيدليه، غبرات في ظروف غامضه. ولدها فرانك اللي كان خدام مع البوليس رجع للدار ولقى الباب محلول. الفلوس كاينه ولكن الام ديالو ما كايناش، والارض كانت عامره بالبقع اللي راكم عارفين ديالاش.
فرانك ما كانش كيتفلى، بدا كيقلب في الوراق ديال المحل ولقى اخر فاتوره تخلصات قبل ما يخبر الاثار ديال الام ديالو. الصدمه كانت كبيره فاش لقى السميه ديال واحد الشخص مكتوبه في الفاتوره، جين. الفاتوره كانت ديال شراء قرعه ديال مضاد تجمد. في ديك اللحظه فرانك ما فكرش بزاف، عيط على البوليس وقال لهم سيروا المزرعه ديال جين، تما غادي تلقاو الجواب. البوليس مشاو للمزرعه وإيد ما كانش تما، كان معروض العشاء عند واحد الجيران. فتخيلوا البروده ديال هذا الراجل. المحققين دخلوا للمزرعه، كانت مظلمه والريحه خايبه بزاف، كانت خليط ما بين الريحه ديال الزبل وشي ريحه ما معروفاش. واحد من المحققين كان كيدور في واحد البيت ديال الخزينه مظلم، كان هاز في يديه مصباح يدوي. فاش وجه الضوء ديالو لواحد الزاويه قلبو كان غادي يسكت من كثره الخلعه، شاف جثه معلقه من رجليها. فتخيلوا معايا المنظر بحال كتفرج شي فيلم ديال الرعب. هذه كانت بارنيس واردن، ولكن الصدمه الحقيقيه ما كانش غير في الجثه، كانت في المتحف اللي داير بها. البوليس من بعد ما لقاو جثه بارنيس في بيت الخزين كان كيحسب لهم باللي حتى لهنا سالات، ولكن فاش دخلوا وسط الكوزينه والبيت اكتشفوا ان جين ما كانش غير قاتل، كان كيعيش في واحد العالم اخر، عالم مصنوع من بقايا البشر. الدار كانت غارقه في وسط الزبل والروينه، والريحه كانت كتخنق لدرجه ان المحققين كانوا كيخرجوا برا باش يرجعوا النفس. فاش بداو كيقلبوا بالمصباح اليدوي بدا كيبان لهم شي حوايج ما كيتقبلهمش العقل، كراسي مغلفه بجلد بشري وطاسات مصنوعه من جماجم، وحتى لبسه مصنوعه كامله من جلد العيالات اللي كان كينبش قبورهم. وسط هذا الرعب كامل المحققين لاحظوا واحد الحاجه غريبه بزاف، الدار كامله كانت خانزه وموسخه الا البيت النعاس ديال الام اوغاستا. هذا البيت كان مسدود بالسلاسل، وفاش البوليس فتحوه لقاو باللي إيد كان محافظ عليه نقي ومعطر بحال اوغاستا يلا خرجت منه دابا. هاد التناقض كيبين باللي إيد كان كيدير هاد الفضائع كامله باش يعوض غياب الام ديالو، كان كينبش القبور وكيقطع جلود العيالات اللي كيشبهوا ليها باش يصاوب بدله بشريه ويلبسها ويحس باللي اوغاستا رجعت للحياه وباللي هو نيت ولا اوغاستا. فاش شدوا جين وبداو معاه التحقيق الصدمه كانت هي البروده ديالو، ما كانش كيخاف وما كانش كينكر، اعترف باللي نبش اكثر من 9 ديال القبور في السنين اللي فاتت، واعترف بقتل ماري هوجان وبارنيس واردن. كان كيهضر على هذا الشيء بحال كيهضر على شي اشغال عاديه في المزرعه. فاش سولوا المحقق علاش كنتي كدير هذا الشيء وجاوبهم وقال لهم باللي كان باغي يصاوب غير لبسه باش يحس بالحنان ديال امه من جديد. هاد الهضره خلات كبار الخبراء النفسيين في ميريكان يوقفوا عاجزين قدام هاد الحاله اللي ما كتشبه لتا شي حاله شافوها من قبل. فمن بعد جات وقت المحاكمه ديال جين. فاش وقف جين قدام المحكمه فالعالم كامل كان مصدوم، والسؤال اللي كان شاغل بال كلشي واش هاد الراجل مجرم وقاتل ولا مجرد ضحيه ديال مرض نفسي. الخبراء النفسيين داروا ليه عشرات الاختبارات والنتيجه كانت باللي إيد كيعاني من انفصام حاد في الشخصيه وهوس مرضي بالام ديالو. المحكمه حكمت باللي هو غير مسؤول عقليا في ديك الفتره ومشى لمستشفى الامراض العقليه باش يكمل تما باقي حياته. إيد ما كانش كيحس بالندم، كان كيعيش في العالم ديالو، العالم اللي كيبان ليه فيه باللي كاع داكشي اللي دار محاوله يائسه باش يرجع الحنان ديال الام ديالو اللي افتقدو. دوز إيد عشرات السنين في المصحه وكان كيتسمى المريض المثالي، كان هادي ومؤدب وكيعاون كلشي تماما بحال ديك الصوره اللي كان كيبين الجيران في ديك المزرعه. وفي عام 1984 فارق الحياه بسكته قلبيه وهو عنده 77 سنه. المزرعه ديالو اللي كانت شاهده على كاع دوك الفضائع تحرقات في ظروف غامضه قبل ما تولي مزار سياحي. جين مات ولكن القصه ديالو بقات حيه. هاد الشخصيه هي اللي الهمت المخرجين باش يصوبوا افلام اللي غيرات تاريخ الرعب، فبزاف ديال الافلام كانوا مستوحين من هاد القصه، كانت فيهم لمحه من جين. فهنا وصلنا لنهايه القصه، نشوفوا في الفيديو الجاي.